السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده ان شاء الله معانا فيديو جديد. الفيديو جديد تسجيل جديد، لكن الفيديو بقاله مثلا 3 اسابيع كده ولا حاجه ولا شهر ممكن. الفيديو ده انا كنت مسجلاه ومجهزاه علشان انزله، بس كان بيحصل ظروف ما كانش بينزل. جينا الفيديو بتاع تنظيفات العيد، وان انا اشيل حاجات معاكم، يعني في فيديوهين جم والفيديو ده موجود. قلت لا بقى خلاص، يلا ايه ننزله. انا والله في الوقت الحالي انا مش محضره اي حاجه خالص، ما عنديش اي فيديوهات جديده، ما عنديش اي حاجه. فقلت ما انزل ده علشان بس ما تنسينيش بس يعني عشان تفتكروا ان في واحده اسمها هبه يا جماعه. ف يا رب الفيديو ده يعجبكم. هو فيديو سريع كده، هو عباره عن طبخ النهارده، يعني مفيش اي حاجه. الفيديو ده يا جماعه من احب الفيديوهات لقلبي، لان انا بموت في الاكل دي، بعشقها بصراحه. هنا بقى عملت ايه؟ هنا زي ما انتم شايفين عملت، كنا هنعمل محشي وفراخ. طبعا جبت الميه غليتها، حطيت الكرنب. وزي ما انتم عارفين بقى انا بحب ان انا اشيل الكرنب بالميه السخنه، احطها في الميه الساقعه علشان الكرنبه الورقه تبقى حلوه زي ما هي صحيحه كده. ولان الميه السخنه بتحطي الكرنب على بعضه بتحس انه بيتهري، وانا بحب الكرنبه تبقى ايه برونقها كده، حلوه رونقها المهم، حطيت بقى البصله واستنيتها ما دبلت شويه، وحطيت عليها ايه، حط عليها الطماطم و... وهنغطي بقى كده ونرجع لايه للكرنب تاني. خلاص كده زي ما انتم شايفين، سايبه الحنفيه مفتوحه على الميه، سايبه الميه الساقعه تنزل. بعد كده بقى يا حبايب قلبي بعمل ايه بقى؟ بقوم واخده كده كام ورقه، شايفين كام ورقه كده على على القطاعه دي اهي. واقوم رايحه مقطعه بقى ايه العرق ده او العود ده، بقطعه. وبقوم رايحه إيه مقطعه بقى الورق كده زي ما انتم شايفين. دي احلى طريقه واسهل طريقه. خلصته كله طبعا، سلقت بقى الورق وخلصته. وانا بقى بعمل ايه؟ بقطع اللي هو ايه الباقي ده، العروق دي او العود بتاعها ده، علشان ايه؟ عشان نحطه في ارضية الحلة. ماشي. هنا برضو جبنا ايه الشبت والكزبرة. انا يا جماعة ما بعرفش اقطع الشبت والكزبرة على القطاعة، بيطلع مني كبير بصراحة، لازم اقطعه على ايدي. وهنا بقى كان عندي بصلتين اخضر كده، بيبقوا تحفة جدا جدا في المحشي، مع العرق الاخضر بتاعها ده. بقى العود الاخضر ده برضو بيبقى حكاية، العود الاخضر بتاع البصلة بقطعه برضو مع الشبت، وايه بحطهم ايه بضيفهم على الرز كده بعد التقلية بتخلص. هنا زي ما انتم شايفين بقى بنقلب التسبيكة القمر بتاعتنا دي. بصوا بقى التوابل بقى: كمون، كزبرة، شوية بهارات لحمة، فلفل فلفل اسود، شطة بقى، شطة 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 بحب المحشي ده شطشط الابيض، لكن ورق العنب لا محبش فيه اي شطة خالص عشان استمتع بطعم ورق العنب. هنا بس انتم شايفين حطيت الشبت والكزبره خضره والبقدونس، وحطيت معاهم شويه ايه البصل اللي قلت لكم عليهم. وبقطع كمان ايه، بقطع ساعات فلفل اخضر. وبصراحه انا بحب الفلفل الاخضر مع المحشي متقطع كده، مش بحبه في التسبيكه في التقليه. هنا بقى ايه، جيت بقى غسلت الفراخ، جبت قشر برتقال يا جماعه، وحطيت دقيق، وحطيت ايه ملح، وحطيت شويه سكر برضو كمان عشان ايه ظبطوا الدنيا معانا. هنا بقى ايه، هسيبهم بقى ايه تشرب كده البتاع المية كده عشان ايه الزفرات تروح. هنا بقى بوريكم اللي في الشقة اهو. دي بقى قبل ما اشيل بقى الفرش ايه للعيد، كل ده بتاع الشتاء كنت بقى منضفة ومظبطة الدنيا. هنا بقى قعدت ايه، قلت لكم بوريكم ان انا حطيت الحاجات دي، وحطيت شوية ايه شبت وكزبرة. كنت بتفرج بقى على فيلم المسلسل ده حكيم باشا. حكيم باشا ده يا جماعة مش في رمضان خالص، اول مرة اشوفه والله العظيم كان بعد العيد. بس مسلسل حلو قوي، والبطل بتاعه بيفكرني بواحد ايه قريبنا، فكل برضه زيه كده شبهه، يعني تحس هو مش شبه، مش نفس الملامح، بس كل ما اقول له ايه كل شويه اقول له نفسي اشوفك كاجوال. بيحب الجلابيه قوي، يقول لا انا بحب الجلابيه برتاح فيها. يا ابني يا ابني نفسي اشوفك كاجوال، يقول لا انا برتاح في الجلابيه. خلاص يا عم ارتاح والجلابيه برضه يا جماعه، الجلابيه برضه بتبقى على ناس. المهم يا جماعه ايه، جيت بقى احط الفرخه، لقيت المية قعدت تغلي كتير، فخلت ايه شكل المية مش حلو كده. فانا كبيت المية وغسلت الحلة وحطيت مية نضيف اهي، شايفين اهي. رحت بقى ايه غسلت الفراخ غسيل كويس جدا جدا. قمت انا رايحة اما المية غليت قمت حاطة بقى الفراخ. طبعا حطينا بقى اسمها دي مستكة، حبهان، ورق لوري، فلفل اسود،
اللي هو شوية بهارات لحمة، بصلة، 2 فلفل. وطبعا حطيت الملح. الملح يا جماعة ما بيتحط مع الفراخ من الاول خالص، بيخلي الشوربة طعمها حلو جدا والفراخ طعمها احلى. هنا بقى ايه هنزيد بقى ايه هنزيد نعمل عقد بقى المحشي. انا بغطي المحشي بشوية، يعني مش بغطي. في ناس بيعملوا عند المحشي بالظبط، لا انا بزيد، يعني ممكن احط ازيد من البتاع دي بعقلة. هنا بقى يا جماعة انا عايزة اقول لكم على سر، انا بحب شوربة الفراخ قوي وهي لسه كده. انا ماليش في الشرب عامة خالص، بس بموت في شوربة الفراخ كده وهي لسه على النار كده، لسه كده بتغلي يعني. لازم اشرب كوباية منها، بس بعد كده بقى ما ببصش للشوربة خالص. وهنا بقى جبت معلقة صلصة، وحطيت برضو التوابل. قطعت ده اسمه ايه، فلفل اخضر. وحطيت بقى ايه زعتر و... زعتر وبهارات لحمة وفلفل اسود وايه و... وشوية كزبرة ناشفة صغيرين كده. وقمت رايحة ايه زي ما انتم شايفين كده، ومعلقة خل. معلقة الخل مع الخلطة دي بقى بتبقى مجرمة، بتبقى بصراحة طعمها جميل، ومفيش بقى زفارة ولا الكلام ده خالص. هنا بقى زي ما انتم شايفين المحشي كان بيغلي، ولعت الشواية عشان احط الفراخ. وبعد ما نحط الفراخ وتاخد وش يا جماعة وتبقى تمام كده، بحب اعمل بقى زي ما انتم عارفين ايه الفحم. الفراخ اهم حاجة عندي، لازم تكون بالطريقة دي. اي فرخة لازم تتفحم، الا طبعا اللي بالفيجيتار. الفيجيتار ده موضوع تاني خالص في الطعم. انا بعمل فيجيتار يا جماعة من غير بيض ومن غير اي حاجة، بحطه في الشوربة واعمله يعني كده، ابله شوربة واعمل فيجيتار وارجع ابله تاني ايه شوربة وابله فيجيتار، يمسك قوي بقوم ايه قالية بقى، بيبقى خطير خطير خطير. هبقى اعمله معاكم مرة ان شاء الله. هنا بقى ايه كنت طلعت بقى الفراخ وهعمل لها الفحمة وهغطي عليها، ودخلت بقى ايه الحاجات اللي كانت بره على الرخامة كده. ايوه هنا كده الفحمة تعمل. هنا بقى يا جماعة ايه انا اما بخلص بقى وانا بطبخ يعني، بخلص المحشي كده بقوم رايحة قاعدة بقى غسلة المواعين، كل المواعين اللي حواليا لحد المحشي ما يخلص، يكون مطبخ نضيف. يعني اجي اغسل المواعين بقى الاقي الدنيا ايه خفيفة شوية. خلصنا بقى المحشي وغرفناه، وهنحط كمان الفراخ القمر. شلت بقى الفحم، نحط فراخنا بقى القمر وشوية بقى ايه شوية خضرة كده يا سلام يجملوا الشكل معانا، وشوية شوربة. انتوا عارفين ان انا من الناس اللي مش بيحبوا المحشي سخن، في ناس بيحبوا المحشي لازم على النار. انا معرفش اكل محشي كده. يعني انا لما بكون عاملة محشي واحنا هناكل، انا بغرفه واحطه لحد ما يبرد شوية. معرفش اكل محشي سخن، ما بستطعموش سخن قوي على فكرة. كل الاكل ما بستعملوش سخن، بس بحب الاكل بارد شويه. حتى الشاي بشربه ساقع عادي يعني يا جماعه عادي. المهم بقى هنا بعد ما خلصنا اكل وريتكم هنا الشوربه. حطيت حبه شوربه، الكيس ده اتحط في الفريزر وبس، مستنيه بقى ما يبرد. والشوربه دي اللي هنشربها تاني يوم، وشويه المحشي البايتين والحته الفرخه اللي باقيه مني ومن محمد ابني. وهنا بقى وبوريكم بوتاجاز دلوقتي حالا بقى هتشوفوا حاجه تانية خالص. اهو. طبعا المواعين كانت قليله، مش اهي مش كتير قوي، لاني كنت غسلت بعد المحشي كل المواعين. بعد ما قعدت حشيت غسلت المواعين كلها. قبل ما خلصت بقى ما كانش بقى غير ايه الحاجات بقى بتاع الاكل دي، يعني حله المحشي، حله الشوربه، مش عارفه ايه كده يعني. هنا بقى زي ما انتم شايفين خلصت ورصيت الحاجه. وهنعمل بقى كوبايتين شاي ليا انا وميدو حبيب قلبي. وكده الفيديو خلص يا جماعه، واتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى اني اكون خفيفه على قلوبكم، واتمنى بقى تشجعوني شويه يا جماعه. انتوا عارفين انا مش مهتمه قوي يعني ليه؟ عشان لسه في حاجات كتير قوي عايزه اعملها، وفي شويه حاجات كده ورايا. فهنفضل القناه قريب، وهنبقى مع بعض ان شاء الله قريب، وهنبقى مع بعض يوميا يا جماعه. واتمنى الفيديو كان عجبكم، واتمنى اللي اول مره تشوفني تشترك، واتمنى تعملوا لايكات. وتصبحوا على خير واشوفكم على خير. ويلا باي باي، هتوحشوني. يلا باي، سلام.